بيراميدز قويه جدا. الزمالك في كل ظروفه اللي كل الدنيا ضده، برضه هو الزمالك هيفضل ينافس وهيفضل بطل. قفشه ما لبسش تيشيرت الزمالك ولا لعب في الزمالك في يوم من الايام، بس ما فيش مشجع زملكاوي ما بيحبش قفشه. ما فيش مشجع زملكاوي طلع في يوم من الايام رفع بوست انتقاد على قفشه، لا بالعكس كل جمهور الزمالك بيحبه، وانا من ضمن الناس اللي بتحب قفشه. قفشه من اللعيبه المحترمه جدا اللي لبس تيشيرت النادي الاهلي، وكل الناس بتحبه، لان عمره ما طلع حب ان هو ياخد لقطه على قفا حد ولا على حساب حد ولا الكلام ده كله، رغم ان هو صاحب الهدف الاغلى في تاريخ الكره المصريه كلها. الجون اللي جابه في الزمالك في 2020 في نهايه القرن. قفشه ده صاحب اغلى هدف في تاريخ الكره المصريه، مش هقول لك في تاريخ الاهلي والزمالك، لا ده في تاريخ الكره المصريه عامه كلها. وكان ممكن ياكل عيش على الجون ده لسنين قدام، تحفيل وتريقه زي ما قلبك يحب. بس الا ان قفشه رفض كل ده واحترم الزمالك واحترم جمهور الزمالك وبيحترم اي فريق وبيتكلم على اي فريق بكل ادب واحترام. قفشه اللاعب اللي كل الجمهور بيحبه، مش باللقطه ولا بالشو ولا بالكلام ده كله، لا، بطريقتك الحلوه، بطريقه تعاملك مع الناس، تقدر تكسب فعلا حب الناس وتكسب دعم الناس. قفشه ده راجل اهلاوي من الطراز الاول، وجمهور الزمالك بيحبه وجمهور الزمالك بيدعمه.